اعتقد لو جينا سألنا دلوقتي اي بنت وقلنا لها بتعرفي يعني ايه جلو اب، ممكن تبص لي بقرف وتقولي هو في حد دلوقتي ما يعرفش يعني ايه جلو اب؟ وطبعا هتقولك معناه اني اغير من شكلي، اصبغ شعري، اغير من ستايل لبسي، اهتم بشكل جسمي، اعمل نيو لوك جديد يعني. ولكن معلش، هو فين الجلو اب في كده؟ شكلك وشعرك ولبسك قيمتهم ايه جنب شخصيتك اللي زي الزفت وعقلك اللي قد كده حرفيا؟ طيب انا دلوقتي واحده ما بتحبش تصبغ شعرها، هل ما ينفعش اعمل جلو اب ولا اعمل غصب عني وانا مش حابه كده وابقى شخصيه غير شخصيتي عشان بس امشي ورا القطيع وخلاص؟ ما تعقلوا الكلام يا بنات. الترندات والمصطلحات الدخيله دي على قد ما اول ما بنشوفها او بنسمعها بننبهر بيها، وانا اولكم، على قد ما بمجرد ما اقعد مع نفسي كده وافكر شويه اشوف قد ايه مؤذيه، وممكن تأذي بنات كتيرة قوي وتضغطهم نفسيا، وخصوصا بقى لو ما لقيناش حد يوضحه لينا بشكل فيه وعي اكتر. اصل معلش يعني، هو اللي بيطلع الترندات اللي بالشكل ده ما بيفكرش ان العالم كله هيشوفه بكل طبقاته المختلفة؟ على فكرة انا ما كانش هيبقى عندي مشكلة مع اي مصطلح او ترند بيطلع، بس لو ما فرضناهوش، لو ما حسسناش البنات باختلاف طبقاتهم وشخصياتهم انهم هيبقوا اقل مننا علشان احنا عملنا نيو لوك جديد وصبغنا شعرنا وهم لا. طب انتوا ناسين ان في بنات ما تقدرش تعمل كده ماديا، ما تعرفش تغير ستايل لبسها ولا تهتم بصحتها ولا اكلها ولا جسمها ولا تغير من شكلها لمجرد بس ان حالتها المادية ما تسمحش؟ هتقولوا لي الترند ده موجه للفئة اللي معاها فلوس وكل الكلام ده. لا يا جماعة، الترندات دي لو كانت فضلت بره زي ما هي، كان ممكن وقتها نقول ساعتها اللي بره معاهم فلوس، او الحاجات اللي رفاهيات بالنسبة لنا دي هنا بره عندهم اساسيات، فتمام وهنمشي الدنيا مش هنلاقيها انتشرت هنا. ولكن المصطلح ده اتروج له عندنا احنا هنا. سرشوا كده بس على كلمة أو مصطلح الجلو أب وشوفوا كم الفيديوز والبلوجر والانفلونسر اللي اتكلموا وروجوا للموضوع ده، اللي ملايين مننا كبنات مصريات وعربيات بيتابعوهم. وهرجع تاني وأقول أنا كل مشكلتي مع الترندات اللي بالشكل ده هو الفرد. بتفرض عليا ليه اني اصبغ لون شعري؟ بتفرض عليا ليه اني كل شويه اغير ستايل لبسي عشان اواكب العصر ولا امشي مع القطيع؟ المشكله بقى ان ده مفهوم سطحي جدا لمصطلح الجلو اب، معتمد بس على المظهر وانه يخلي البنات واحده واحده تنسى ان عندها عقل وشخصيه تمشي بيهم، ووقتها الانثى بتقتنع انها مجرد جسم مثالي وشكل حلو بس. ولكن الحقيقة بقى، لو هنتكلم عن الجلو اب الحقيقي على أرض الواقع مش في العالم الافتراضي، فاحنا لازم نعرف إن مهما لبستي وتشيكتي وعملتي وده لسه زي ما هو، فانت هتفضلي برضو بلا قيمة. ففي الحلقة دي بقى خلينا نتكلم عن الجلو اب من ناحية تانية أعتقد محدش اتكلم عنها قبل كده، وهو الجلو اب الحقيقي، مش الجلو اب بتاع الكام صورة وفيديو وستوري. مش روبك وتعالي اسمعي. الحلقة دي بقى لكل بنوتة واعية ما بتجريش ورا الترندات وخلاص لمجرد ان كل الناس عملت كده، وعاوزة فعلا تبني شخصية قوية واعية راقية هادية، عاوزة فعلا تجلو اب. اول حاجة ومبدئيا كده، انا مش عاوزة حد يقنعني انه هيعرف يطور من نفسه او ايا كان لو كان حواليه اشخاص سامين محبطين بيستنزفوك. فاول خطوة انت محتاجة تاخديها في حق نفسك، تقطعي علاقتك باي شخص مهما كان هو مين بيستنزفك وبيحاول يأخرك عن انك تشوفي نفسك وتطوري منها. تاني حاجة، خليكي صريحة مع نفسك وجاوبي بصراحة. بتسمحي لإيه يأثر على عقلك أكتر، السوشيال ميديا ولا الواقع؟ لو الواقع فأحييكي، لكن لو انت من الاشخاص اللي بتكتسب حياتها وشخصيتها من السوشيال ميديا والترندات، فانت محتاجة تراجعي نفسك وتفهمي انك بالمنظر ده بتخسري قيمتك كبني ادمة وبتتحولي لروبوت. العالم الافتراضي هو اللي بيحرك. تالت حاجة، البنوتة اللي عاوزة تعمل جلو اب حقيقي هي اللي بتشتغل على حلمها علشان تطور من نفسها وتبقى حاجة. ولو مش عارفة فاسألي نفسك، يعني شوفي انت عاوزة ايه، حابة توصلي لايه، ايه المهارات اللي نفسك تتعلميها وتنميها وهتستفيدي منها ازاي. الجلو اب اللي هيعيش فعلا هو ده. سيبك بقى من هوس المظهر والشكل اللي ما بيدومش. رابع حاجة، وانا مش عارفة انتوا زيي ولا لأ، بس انا بالنسبة لي قيمة الانسان الحقيقية بتكمن في طريقة تفكيره وتصرفاته.
مفيش اي حاجة تانية ممكن تدي للبني ادم قيمة حقيقية، لا شكل ولا مظهر ولا فلوس، غير عقله وتصرفاته وانسانيته. فلازم تطوروا من طريقة تفكيركم. ازاي؟ اقروا كتب. ما بتحبوش القراءة؟ تابعوا ناس بتقدم محتوى مفيد عن الثقة بالنفس وطريقة التفكير، وابعدوا عن التفكير كضحية. وبطلوا تقولوا لنفسكم انا ليه بيحصل لي كده، انا فاشلة، انا ملحقتش، انا ما بوصلش لحاجة، وكل الكلام ده. خليكي ذكية. دور الضحية ما بيأكلش عيش. فخليكي ذكية وحولي اي مشكلة بتحصل لك لسؤال: انا اتعلمت ايه منها؟ هتعامل معاها ازاي المرة الجاية؟ لان كلامك مع نفسك وعن نفسك لازم يتغير. طول ما انت بتوجهي لنفسك وعقلك كلام سلبي هيصدقه، حتى لو انت مش كده، والعكس صحيح. واوعي تقولي لنفسك انا شخصيتي ضعيفة او انا غبية. قولي انا لسه بتعلم، وطول ما انا عايشة هفضل اتعلم، وانا بشتغل على نفسي وكل يوم بقوى اكتر. خلي المواقف اللي بتكسرك هي الدرس اللي يقويكي. وتعودي بعد اي موقف تكتبي كل اللي حسيتي بيه واللي اتعلمتيه، وده بالنسبه لي من انضج انواع الجلو اب. وخليكي فاهمه ان البنت اللي عقلها مرتب هي اللي بتعرف تاخد قرارات احسن، وتختار علاقات انضج، وتحافظ على كرامتها وقيمتها. خامس حاجه بقى: اتعاملي مع قلبك برحمه ارجوكي. كل ما قلبك يكون مرتاح هتحسي انك اخف، وتقدري تنجزي حاجات اكتر. فبطلي تقسي عليه وتعامليه كانه مقلب زباله، كل اللي رايح واللي جاي يرمي فيه كلمتين يوجعوه بسبب طيبه قلبك الزياده. سادس حاجه: واجهي اللي بيخوفك. اياكي تهربي، لانك بالطريقه دي هتفضلي هربانه طول العمر. تقريبا دول اهم 6 حاجات، لو اشتغلت عليهم وكملتي اللي ناقصك فيهم شكلك هيتغير من غير نيو لوك جديد ولا حاجه. العقل والشخصيه لما بيتطوروا شكلنا بيبقى لامع وجذاب طول الوقت، من غير صبغة شعر، من غير ستايل مش مريحنا، من غير ميك اب، حتى من غير ولا كلمة. حضورك واتزانك لوحده هيحكي القصة. وافهمي ان البنوتة اللي بتشتغل على عقلها بتفهم، واللي بتشتغل على قلبها بتكبر، واللي بتشتغل على شخصيتها بتتولد من جديد. واخيرا بقى: الجلو اب الحقيقي مش بيتقاس بانبهار الناس وعجبهم بشكلك ولون شعرك الجديد. الجلو اب الحقيقي بيتقاس بطريقة تفكيرك وإنسانيتك واحترامك لنفسك وسلامك الضروري. بقى شايفين الجلو اب الحقيقي ازاي؟ وافتكروا دايما ان الجلو اب الحقيقي بيبدأ من جوه وبعد كده بيبان بره. فرتبي جواكي. بس كده وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، واشوفكم في فيديو جديد. سلام عليكم.